اهلا بيكم معايا، وده فيديو انا حابه ان انا اعرفكم بيه على نفسي، لان انا جالي في التعليقات كتير. انتي مين اصلا؟ انا اسمي مها. كنت بشتغل مرشده سياحيه لغه المانيه. آم، واشتغلت تقريبا بتاع 25 سنه، وبعد كده حبيت ان انا يعني اقدم على معاش مبكر علشان استمتع بالحياة، يعني زي ما بيقولوا. عندي تجارب كتيرة في الحياة، زي اي حد فينا عنده تجارب يعني. آم، يمكن انا من وانا صغيرة بحب جدا علم النفس، ودايما كنت اقعد اقرا المشاكل والحلول بتاعتها من وانا صغيرة، يعني من اول ما بدأت افك الخط. وانا يعني بحب قوي اتابع الحاجات دي. كنت بقرا فيها كهوبي. لكن انا الدراسه بتاعتي اساسا يا جماعه، اللي يحب يعني يعرف، انا كليه الألسن، قسم الماني. واشتغلت مرشده سياحيه، يعني اشتغلت في السياحه. آم، انا من وانا صغيره برضو عندي بحث عن الحقيقه، بحث عن الذات. من وانا صغيره عندي زي ملكه او مهاره ان انا استمع للاخرين. في ناس بتقول ان هي بترتاح نفسيا لما بتتكلم معايا. آم، ما عنديش يعني اللي هو مش عدوانية، بس ما عنديش اللي هو لازم نعمل كذا لازم نعمل كذا. لا، انت بتسمع اللي قدامك، ودايما تلاقي له مكان ان هو يعني يعرف يتقبل نفسه، خاصة لو الشخص ده اوريدي عنده إدانة شديدة لنفسه. فأنا من خلال قراءاتي العديدة جدا، يعني زمان ما كانش في اليوتيوب علشان الواحد يشوف فيه يعني مواضيع معينة أو كده، فزمان كان فيه الكتب. فأنا يعني قراءاتي يعني غير عادية، في مجالات كلها نفسية كلها اجتماعية. زي ما قلت لكم، تجاربي انا، تجارب اصحابي اللي شفتهم، تجارب ناس حتى انا ما اعرفهاش قوي وجت تقول لي ما احنا عايزين نتكلم معاكي، يعني ما اعرفش هتصدقوا ده ولا لا. منهم اجانب كمان يعني، فانا محمله بحاجات كتيره قوي. ربنا اداني الوقت ان انا اقعد اتفكر. كنت محظوظة ان ربنا اداني الوقت ان انا اقعد اتفكر. ما بحاولش ادخل نفسي في صراعات عميقة قوي، مين صح ومين غلط. فعشان كده وقتي كله كان بيتفكر هي الحقيقة فين، اكتر من انا اروح لطرف وادين الطرف الاخر. أم، الناس كمان بتسأل انتي بتتكلمي كده ليه؟ انا مش عايزه اقول هي خلقه ربنا، بس هي فعلا خلقه ربنا. انا دي طريقه كلامي يا جماعه. جايز تبان ان هي arrogant، يعني متعاليه، بس هي دي طريقتي. انا مش متعمده ان انا اكون متعاليه على حد. عندي حرف ال احيانا بنطقه صح واحيانا تانية بنطقه ال. ف... فده يمكن بيخلي اللي قدامي يعني كاشش او فاكر ان انا مش مصريه. لا، انا مصريه، بابا ابويا وامي مصريين، اجدادي يعني فيهم سنه عرق سوري من ناحيه امي، بس يعني بعيد، يعني ده جد امي يعني. لكن احنا عايشين في مصر واتولدنا في مصر، ودي طريقه كلامي. انا مش عارفه، يعني حتى الالمان كان لما كنت اتكلم الماني كان يقول لي ما انت بتتكلمي الماني بلكنه فرنساوي. فرغم ان انا ما درستش فرنساوي يعني غير في ثانوي كده، هو يعني لغه تانية، لكن هي دي طريقه كلامي، يعني تقبلوها ان دي طريقه كلامي. لكن انا مش قصدي خالص ان انا بطريقه الكلام دي ان انا اتعالى على حد، ومش قصدي اتدلع كمان يعني. برضو دي نفسي اللي انتوا تعرفوها. يعني انا عندي اصحاب او ناس اول ما اتعرفت عليهم كانوا زيكم كده فاكرين ايه طريقة الكلام دي، هي بتتكلم كده ليه، او هي بتدلع. بعدين قعدنا بقى سنين مع بعضينا بقى، وبعدين جم اعترفوا لي قالوا لي ما احنا كنا فاكرينك بتدلعي، بس مش معقوله بتدلعي او بتتكلمي بالطريقه دي طول المده دي كلها. فانا يا جماعه دي طريقه كلامي. طبعا انا مش حابه اكون يعني اجريسيف او اكون عنيفه واقول. طبيعي، انت عندك فيديو، الشخص اللي قدامك ده يعني طريقة كلامه ما عجبتكش، انت ممكن بمنتهى البساطة بتقوم تسكرول يعني، خلاص مش لازم تشوفه يعني. آم، يعني ما اعرفش، بحس ان في هجوم شديد، برغم ان القناه يعني دي قناه صغننه جدا، انا لسه ما حصلتش ال 400 شخص يعني.
فأنا مش مؤثرة قوي في الدنيا ولا في المحيط، يعني عشان يعني أقابل بهجوم أحيانا. لما بقول رأيي في أي ترند أو كده، فالناس بتبدأ إن هي يعني كأنها داخلة خناقة. انا يا جماعه ببقى بره كل الحاجات دي كلها، انا زيكم بالظبط. حاجه بتحصل بقعد كده ابص كده، اشوف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، ممكن استفيد من ده في ايه، وجهه نظري في القصه دي ايه. دي كلها حاجات وجهات نظر، يعني انا عمري ما رحت قلت ان اللي انا بقوله ده هو الصح المطلق. لا، انا بعرض لك حاله، بعرض لك وجهه نظر، بعرض لك نمط شخصيه جايز انت ما قابلتوش في حياتك، او جايز انت افكار معينه انت بتفكر فيها، بس زي ما تقول ايه، هو في حد زيي؟ انا الوحيد، انا شاذ، انا مش عارفه، انا مش يعني ما بتتقبلش نفسك. فانا بقول لك لا يا حبيبي، في ناس كتيره زيك، بس هم ما عندهمش الجراءه مثلا ان هم يعبروا عن وجهه نظرهم. انا النهارده بقول لك لا، عبر عن وجهه نظرك، او بلاش تعبر حتى، انت لست وحدك في هذه القصه. ده الغرض يا جماعة من القناة دي، ان انت مش لوحدك. انا على قد ما بقدر، الهدف بتاعي في الحياة هو السلام النفسي والروقان، يعني السلام النفسي والروقان. فانا على قد ما بقدر بالحاجات اللي ربنا ادهاني، اللي ربنا انعم عليا بيها، بحاول ان انا اعمل بيها حاجه. زي انت عندك في المطبخ كده حبه حاجات، وبتحاول تعمل منهم اكله حلوه. حتى لو الحاجات دي يعني انت شايف ان هي فقيره او شايف ان هي مش كافيه، انا بقى بحاول العب كده بالادوات، واقوم مطلعه منها حاجه حلوه، حاجه شكلها شيك، حاجه تسعدني انا. وده تمرين كبير جدا. انا يعني حياتي كلها يعني قاعدة عمالة أتمرن على هذه النمط من العيشة، إن أنا أبدأ إن أنا أشعر بالامتنان وأشعر بالحمد لربنا من الحاجات اللي هو إدهاني، وكمان إن أنا أستمتع بيها جدا، والشكر يبقى طالع من القلب مش طالع بقي. فده كل يا جماعة غرض القناة. يا رب اكون جاوبت على الحاجات اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليها، لان كذا حد قال لي انتي بتتكلمي كده ليه، وكذا حد بيقول انتي يعني دراستك ايه او بتعملي ايه في الدنيا. وكذا حد علق اذا كنت انا مصريه ولا لا. انا مصريه في الصميم، وانا متربيه هنا وانا افتخر ان انا مصريه، وانا بحب مصر جدا. وعمري ما كان غرضي ان انا اتعالى على اي حد بطريقه كلامي او اسلوبي. هي دي طريقه كلامي، يعني هي دي طريقه كلامي. ممكن بقى انت طريقه كلامي مثلا بتدوس على جرح عندك معين في حته معينه، احساسك مثلا ميبي بقله في حاجه معينه، فده يعني مش ذنبي. انا طبعا بتمنى القناه تكبر. اتمنى ان انا الاقي الجمهور بتاعي، انا لا بقول نكت ولا بقول يعني حاجات للتسليه. كنت اتمنى الصراحه، يعني انا مش ضد الحاجات دي، بس كنت اتمنى ان انا يعني اقول الحاجات دي، بس انا ما عنديش الموهبه دي. انا عندي موهبه ان انا احكي عن نفسي، احكي عن حاجات نفسيه، احكي عن حاجات انا بعملها عشان تعمل لي روقان او سلام نفسي في حياتي. هو ده غرض القناه. وان شاء الله ان شاء الله انا هلاقي الاودينس بتوعتي اللي هم فعلا يبقوا عندهم ولاء للحاجه اللي انا بقدمها لهم، وعندهم الامتنان كمان للحاجه اللي انا بقدمها لهم. دول كانوا كلمتين مش وبس، ودي اسم القناة. اسم القناة يا جماعة تيمنا بالراحل فؤاد المهندس. لما كنت بسمعه وأنا صغيرة الساعة 8 إلا 5 كان يقول كلمتين وبس. أنا بقى هنا كلمتين مش وبس، لأن أنا بقعد أرغي زي ما انتوا شايفين. هو كان بياخد حبيبي دقيقتين وخلاص. خلاص، يلا أشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله. باي باي.